الله يرحمنا الاخوان. شتي وهادي تبارك الله امطار والخير تسعى طالع علينا الحمد لله. غير هو الوقيته ديال الشتوى كتجي حتى هي مع بعض الصعوبات وبعض التحديات ديالها، بحال مثلا يكونوا الحوايج ديال كاملين موسخين غتصبنهم فين غادي تنشرهم، كاينه غير الشتا وما كايناش الشمس، خصوصا بالنسبه لبعض الناس اللي كيخدموا بعض الخدمات اللي فيهم زي ولا بدله رسميه بحال الناس ديال الخزنيه البوليس الى اخره اللي كيحتاجوا ديك اللبسه انها تنشف بسرعه. هادشي علاش غنحاول نوريكم واحد الجهاز كنت شريته اللي صراحه كيفاكني بزاف هاد الوقيته ديال الشتا. كما كتشوفوا الاخوان هذا الجهاز ديالنا هو عباره على نشار كهربائي كنت شريته من عند واحد السيد كيجيب بياس معنا برا، شريته ب 100 درهم، باقي تقريبا بحال يقولوا جديد. كينشف الحوايج عن طريق انه كيسف الهواء من هنا من تحت وكيصوتو من هنايا سخون على الحوايج. تقريبا كيقدر ينشف لك واحد الكميه كبيره ديال الحوايج في ظرف ساعه ديال المكانه تقريبا. صافي بطبيعه الحال هذا فيه التوقيت، غتسالى واحد العدد ديال الوقت غادي يقطع الراسو ولا يطفى الراسو. بطبيعه الحال يستحسن انك ديرو شي بلاصه اللي تكون فيها تهويه باش داك البخار ديال الماء كيخرج بحالو. تقريبا ساعه ديال المكانه يكونوا الحوايج نشفوا، وهي راه كتهز اكثر من هكا باقا فيها البلاصه خاويه. راه غير هادو الحوايج اللي انا واقف عليهم حاليا. دابا هاد الماكينه اللي شفنا الاخوان انا لقيتها غير بالصدفه صراحه. انا متاكد بلي بزاف منكم محتاجينها في هذا الشتا، ولكن للاسف هي قليله يعني ما تلقاش خصوصا في المستعمل. هادشي علاش فكرت انني غنخدم لكم واحد الفيديو ان شاء الله غنصايب لكم ماكينه اللي كدير نفس الخدمه ديالها. انا جبت اول مكون اللي هو اي بواطه ولا عبوه ديال الحديد تكون كبيره بحال هذه مثلا ديال الحليب. القضيه راه سهله الاخوان، نجيبوا فرفاره صغيره ولا حتى ديال البيسي نجيبوا من شي جوج ولا ثلاثه حتى كيكونوا في الجوطيه بزاف، 3 دراهم 5 دراهم. وصافي غادي نلصقوا هذيك الساعات هنايا وغادي نديروا فيها لداخل واحد الريزيستونس ولا واحد المكون حراري اللي كيطلق الحراره اللي كنلقاوه بزاف ديال الاجهزه من الخرده. غير هو انا غنخدم لكم بواحد الديزاين مختلف، يعني واحد الديزاين اللي ما كيحتاجش ديك السيبوره والعلاقه والرجلين وداك العالم، واحد الديزاين اللي كيتجمع وكيكون صغيور. فاذا كنتم مهتمين خليو لايك ولا خليو لي شي تعليق، وتحياتي لكم.